بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أسرة إذاعة طنجة تهنئ مستمعاتها ومستمعيها وتهديهم هذا السمر الروحاني في ذكرى مولد النور، وهو سمر يجمع بين الإضاءات المعرفية بخصوص الحدث العظيم وبين جميل السماع والمديح. ويحضر معنا مجموعة المداح. أرحب في البداية بضيوفي داخل الاستوديو، سي يونس شدغان رئيس مجموعة المداح، مرحبا بك ونقول لك عواشر مبروكة. مرحبا بك سي حميد، كيشرفنا نحضروا معكم في المنزل ديالنا في الحقيقة إذاعة طنجة، وهذا بيتكم. جزاكم الله عنا خيرا. نرحب كذلك بسي عبد الصمد بريان. سي عبد الصمد مرحبا بك. مرحبا سيدي حميد، وكل عام وأنتم بألف خير. معنا كذلك سي أحمد الصروخ. سي أحمد مرحبا بك وتحية لك. شكرا أستاذ على الاستضافة ومرحبا بالجميع. كذلك معنا سي رياض بريان اللي هو الابن ديال سي عبد الصمد. مرحبا بك سي رياض وتحية لك. شكرا سيدي حميد على الاستضافة، وكل عام والأمة العربية بألف خير. شكرا. أستاذ يونس، قبل ما نستمعوا الاختيار، أنا أعتقد أنه في هذه الليلة المباركة أجمل ما يمكن أن نفتتح به معكم البشير النادر، والتي على إيقاعها أيضا سنختم هذه المسامرة، ولكن بلون مغاير دائما في أجواء وفي هذه السكينة، ونحن نعيش في رحاب ذكرى مولد الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية قبل أن تشنفوا أسماعنا، وأنا أعلم بأنكم ستتحفوننا وتتحفون أهل الأذواق بما راق من أشعار وذوذب من ألحان، في البداية لمحة أو فكرة عن هذه المجموعة، مجموعة المداح. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله. مجموعة المداح هي في الحقيقة هي خلاصة مسيرة فنية متشعبة ومتفرعة ومختلفة المناحي والأنماط. نعم. متى كانت البداية؟ المجموعة هي حديثة التكوين. نعم. سابقا كنا الكل كان كيشتغل في المجال الفني في أنماط مختلفة، طربية، عربية، نعم، مغربية، شعبية، أندلسية. الخلاصة هو الاعتماد على الأربع نقاط أساسية، واللي ما نختلفوش على أنها هي المسار الصحيح للفن. نعم. الجمال اللي خلقه الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا وهو الكلمة والظروف المناسبة التي لا يختلف عليها مسلم. نعم. مجموعة المداح هي اختارت المديح النبوي. نعم. ولكن بطابع مختلف، نحاول أن نتقرب من جميع الأذواق والأنماط. نعم. إذ أننا نستعمل الطابع الشعبي، الطابع المغربي العصري التقليدي، الطابع الأندلسي، الطابع الشرقي، الطابع جميع، نحاول أن نتقرب من جميع الطبوع قدر الإمكان، على أساس أن تلج الكلمة الطيبة في قلوب الجميع. ونحن بدورنا سنتقرب من هذه التجربة لنستمع ونستمتع في الآن ذاته. الاختيار الأول قلت غادي تقدموا لنا البشير النادر، اللي غنقدموها أيضا في ختام هذا البرنامج الخاص بذكرى عيد المولد النبوي الشريف بصيغة مغايرة.
نعم، اخترنا صيغة استعمال الإيقاع اللي يسمى بالإيقاع الزنداني، وهو إيقاع وهو الأشهر بمناطق الشمال. جزاك الله خيرا. على بركة الله. حفظكم الله. بسم الله. ودائما نحن معكم ضمن هذا السمر الروحاني. أصغينا منذ قليل لأول اختيار قدمته مجموعة المداح بقيادة الأستاذ يونس شدغان. أستاذ يونس شدغان، تشتغلون على الموروث الصوفي المغربي، وهذا جانب أساسي، لا سيما وأننا اليوم بحاجة إلى إخراج هذا الموروث المغربي، لأنه بكل صدق هناك الكثير من المواهب الشابة التي صارت تتعاطى للمديح والسماع، لكن بطريقة مشرقية. نحن لا ننكر أهمية هذا الفن بالأسلوب المشرقي، ولكن المغرب بغنى تراثه يمكن أن نستثمر هذا الغنى وإخراجه في شكل درر تعطي لهذا المديح والسماع ميسما خاصا. كيف ترى ذلك؟ كليا على أن الموروث المغربي زاخر كنز، من المفروض أننا نبحث في هذا الكنز ونقربه ونقدمه للأجيال الصاعدة الموروث المغربي. ونحن مغاربة نمثل البلد ديالنا بالموروث المغربي. تمام. فعلا الطابع المشرقي هو له أصحابه، الطابع الخليجي، الطابع جميع الطبوع في كل البلدان لها أصحابها. لا بأس أن نتقرب منهم فنيا بالتعرف على نمطهم والتعامل معه قدر وهي أنماط صارت شائعة. نعم، هي شائعة، ولكن النمط المغربي بصعوبته مميز وصعب. أنا أقولها بكل صراحة،
النمط المغربي يبقى من الصعب على مشرقي أن يؤديه. نعم، لأن الأوزان الموسيقية هي بالفعل. غالبا كيستعمل الأوزان الموسيقية اللي هي مركبة، وبالتالي كتكون صعبة في الأداء ديالها بالنسبة ليس في المشارقة فقط، فعلى في المستوى العالمي كذلك. نعم. يعني صعبة جدا المقاطع المغربية. شنو تختاروا تقدموا لنا الآن بعد الحصة الأولى؟ من بعد الحصة الأولى نحاولوا كذلك نقدموا واحد الميزان اللي هو كذلك حتى هو سيسويت كنقولوا 6/8 أو حتى هو ميزان مركب مصرف كنسميوه في الطابع الموسيقي. علاش كيتسمى مصرف؟ لأنه التصريف أصلا هو هذا المصرف جاي من الانصراف. نعم. والانصراف هو واحد الحركه واحد الحركه من الحركات الاساسيه ديال الطابع الاندلسي الموسيقي، لان كتبدا بشكل موسع، ثم كاينه تصديره كنقولوا، وهناك واحد القنطره او واحد المرور ايقاعي، ثم نصل الى الانصراف. الانصراف هو كيكون حركي شويه. وما شاء الله السي عبد الصمد بريان بطريقته المغربيه ايضا في الاداء، دون ان نغفل الشباب، الابن ديالو رياض بريان والشاب احمد الصروخ اللي على الايقاع. هذا الرباعي يتكامل، يزاوج بين المخضرمين والشباب، وهذا مؤشر طيب وإيجابي بالنسبة لهذه التجربة اللي كنتمنوا لها دائما التوفيق، وهي تختار النمط المغربي في إبداعها في مجال المديح والسماع، تزاوج بين التراث وأيضا الانفتاح على الموسيقى الحديثة. الاختيار الثاني أعتقد أنه سيسير في نفس الاتجاه إن شاء الله.
الله يعطيكم الصحة. ودائما نحن معكم في هذه المسامرة الروحانية في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف، ومعكم مجموعة المداح على بركة الله.
البشرى